ببساطة النهاردة هعمل عصير المانجا زي الكافيهات. طبعا طريقة سهلة جدا وسريعة مش مكلفة، ما بتاخدش معانا ولا وقت ولا مجهود. زي ما انتوا شايفين كده هجيب المانجا واقسمها نصين، وزي ما انتوا شايفين هحاول اطلع منها المانجا كلها حتى من القشر كمان. حبيت اشارك معاكم الفيديو، بقالي كتير ما نزلتش فيديوهات على القناه. ما تنسوش تشتركوا في قناتي وتشغلوا زر الاشعار عشان يوصلكوا كل جديد. ما تنسوش في دعوه حلوه منكم، وساعدوني ووقفوا جنبي عشان نفسي ان قناتي تكبر. انا عاملاها مصدر رزق لاولادي. نفسي القناه تكبر وتبقى معروفه ومشهوره، وطبعا ان شاء الله بفضل ربنا ووقفكوا جنبي باذن الله قناتي هتكبر. زي ما انتوا شايفين كده بقى هحاول ان انا اعمل المانجا بالسكينه وبالمعلقه. وكمان هقول لكم على تفريز المانجا. تفريز المانجا بنعملها زي ما انتوا شايفين كده. بحط عليها للحفظ بتاعها، بحط عليها بيكنج باودر، بيكنج صودا، وبحط عليها نص ليمونه، يا ده يا ده، يا نص ليمونه يا اما البيكنج صودا، واقلبها كويس وافرزها في اكياس تلاجة او في علب محكمه الغلق. زي ما انتوا شايفين كده هعمل الكميه اللي عندي. طبعا لو انت عندك حتى كميه كبيره اعمليها بنفس الطريقه، متاخدش معانا وقت خالص. حتى عصير المانجا ممكن تعمليه باللبن، تحليه بعسل النحل. احنا بنعمل على قد امكانياتنا الموجوده في البيت، بشويه سكر وميه ساقعه من التلاجة، مكعبات تلج. بنعمل حاجه فريش بدل ما نجيب حاجه فيها مواد حافظه. كمان لو عندنا ضيوف ولا حاجه بنقدم لهم، عندنا اطفال بنقدم لهم حاجه صحيه في البيت نظيفه. لو في مدارس بقى او في حضانه كمان بنعملها كده ونعبيها لهم في ازاز صغيره ياخدوها معاهم عشان ما يشتروش حاجه فيها مواد حافظه. نحاول على قد ما نقدر نحافظ على اولادنا اطفالنا. طبعا زي ما احنا عارفين مش اي اكل بياكلوه ولا اي حاجه بيشربوها. فبنحاول ان احنا ندخلهم الحاجات الغذائيه او القيمه الغذائيه العاليه في الاكل. زي ما انتوا شايفين بقى هقطع مكعبات صغيره عشان احطها في العصير، وكمان هعمل بنفس الشكل كده عشان ازينها في التقديم. هاخد مكعبات كده صغيره. ما تنسوش لايك وكومنت حلو كده منكم عشان تشجعوني اصور لكم كل ما هو جديد. كمان ان شاء الله باذن الله الفتره الجايه هصور حاجات مختلفه خالص، انتظروني. وهسال برضو هسالكم وتقولوا لي في الكومنتات اكمل في الاكلات ولا اكمل في الحاجه الجديده اللي انا هعملها ان شاء الله. طبعا كده بقى معانا الخلاط. هحط المانجا اللي انا طلعتها، وكمان هضيف عليها المية الساقعة، واضيف عليها السكر او او عسل النحل. وممكن كمان نعملها بكوباية زبادي وكوباية لبن، هتبقى حلوة جدا وهنعلي القيمة الغذائية فيها. هضربها بقى في الخلاط وارجع لكم. بعد كده بقى معايا مكعبات من التلج كده احطها في الكوبايات، وكمان اصب عليها المانجا. طبعا زي ما احنا عارفين اي نوع عصير ما بياخدش معانا وقت خالص، وبعدين حاجة سهلة وما بتاخدش مجهود ولا وقت ولا حاجة. بس انا عامة ما بحبش العصاير الجاهزة ولا اللي فيها مواد حافظة، ولا بحب اشربها لاولادي. بحب اعمل لهم حاجات طبيعية في البيت. ياريت كلكم تعملوا كده وزودوا القيمة الغذائية بزبادي او بلبن. طبعا لو هما بيحبوا العصاير وحطيت لهم الزبادي او اللبن هيشربوه. شايفين ما شاء الله لا حول ولا قوة الا بالله. طبعا اتفضل معايا كمان عصير مانجا غير الاربع كوبايات دول. في كمان عصير تاني اتفضل. المانجا كانت رخيصة ما كانتش غالية، وياريت تستغلوا الحاجة دي لما تلاقوا خضار او فاكهة باسعار رخيصة. تفرزوا منها عشان بيجي في وقت متبقاش موجودة، في وقت بتبقى غالية. طبعا بنحتاج في رمضان بنعمل عصاير بيبقى الجو حر، ففرزوا المانجا وفرزوا جوافة الايام دي كمان. هتنفعكم ان شاء الله في رمضان. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وحلقة جديدة وحياتنا بكل بساطة. انتظروني في فيديو جديد، واسيبكم في رعاية الله وحفظه وامانه. متنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الاشعار عشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتي.